رواية صحيحة. الإمام الصادق عليه السلام مروية عن أبي عبد الله عليه السلام يقول: لا والله. الإمام قاعد يقسم، ترى كلمة غريبة، يقسم يقول: لا والله أنا ما أتجرأ أقسم، ولكن الإمام صلوات الله عليه هو أعرف بما يقول. يقول: لا والله لا يقبل شيئا من طاعته، ولا شيء يتقبل، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا زيارة قبر الحسين عليه السلام ولا البكاء عليه ولا عمل ولا عمل ولا عمل ولا عمل. لا والله لا يقبل شيئا من طاعته على الإصرار من شيء من معاصيه. ما في قبول. تتعب المرأة المسكينة نفسها بالصلاة بالصيام وبالحج، بدفع الخمس وزيارة قبور الأئمة عليهم السلام، لكن كل يوم تخرج من البيت